السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الورد والياسمين على احلى متابعين، حسب بقى الصباح او المساء اللي هتشوفوني فيه. النهارده باذن الله كده هنعمل مع بعض حاجه حلوه جدا. بنص كيلو من دقيق سميد البسبوسه وشويه ميه، هنعمل مع بعض احلى حاجه حلوه هتاكليها. ممكن بقى تسميها صوابع زينب، تسميها بلح الشام، بس هي ما شاء الله حاجة جميلة وسهلة جدا، ومش هتاخد منك اي وقت خالص نهائي. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا حلوين، شجعيني كده بلايك واشتراك في القناة وشيري الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة معايا هنا المقادير سهلة وبسيطة جدا. معايا نص كيلو من دقيق سميد البسبوسة، وطبعا ده بتجيبيه من اي عطار، ونص كوباية من الدقيق، وكوبايتين من المية، وربع كوباية من الزيت. ومعايا هنا معلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقتين من السكر، وورقة فانيليا. بس دي المقادير بتاعتنا يا جماعة. هنا بقى في اي بول عندك هننزل كده بدقيق سميد البسبوسة والخميرة والسكر ونص كوباية من الدقيق وذرة من الملح. وكمان معايا هنا ورقة كده من الفانيليا. وهنقلب بقى كله كده مع بعضه كويس جدا لحد ما المكونات بتاعتي كلها كده تندمج مع بعضها. هنا بقى هنزل بكده بربع كوبايه من الزيت. ممكن تستبدليها بسمنه، ممكن تعملي خليط بين الزيت وبين السمنه اللي يريحك، بس انا هنا استعملت زيت. كانت ما شاء الله طعمها جميل جدا. اخلط بقى كده المكونات كويس جدا في المرحله دي لحد ما يصبح معايا كده زي الرمل، زي حبات الرمل كده معاكي بالشكل ده. هنا بقى هبدأ كده انزل بالمية بتاعتي. هنزل بالكوباية الأولى، وبعد كده بقى الكوباية التانية. مش هنزل بيها كده مرة واحدة، هنزل بقى كده تدريجي علشان كده اشوف العجينة معايا عاملة ازاي، لان طبعا في دقيق بيحتاج مية وفي دقيق ما بيحتاجش. هنا بقى يا جماعة انا مش بقلب فيها كتير علشان ما تحجرش مننا، يا دوبك بس بخلط المية كده مع المقادير مش اكتر يا جماعة. خلي بالك من النقطة دي، لانك لو قلبت فيها كتير هتحجر منك. هنا بقى العجينة ما شاء الله خدت معايا كوبايتين الا ربع. بما ان بقى ان فيها خميره هنسيبها بقى ايه تخمر كده شويه، حوالي نص ساعه. هتغطيها عشان ما تنشفش منك، وهنسيبها كده بقى حوالي نص ساعه، وبعد كده بقى هنشتغل فيها. هنا بقى والعجينه بتاعتي سبتها كده لما تخمر، هبدا بقى كده اعمل الشربات بتاعي. معايا هنا كوبايتين من السكر، وهنزل عليهم بكوبايه ونص من الميه. انا عايزه الشربات بتاعي يا جماعه وسط كده ويكون بارد. واول ما يغلي هنزل كده بعصره من الليمونه، واسيبه يغلي كده حوالي كده 5 دقايق او اكتر شويه. وبعد كده بقى هنزل بالفانيليا بتاعتي واطفي عليه كده تمام. هسيبه بقى لما يبرد خالص. هنا بقى معايا الطب اللي انا هشتغل فيه. معايا هنا بلح الشام. معايا هنا بقى ايه كيس من اللي هو استخدام مره واحده، ده بتجيبين عند اي مستلزمات حلواني. ولو ما عندكيش بقى الكيس ده، لو عندك بقى كيس قماش اشتغل بيه، اي حاجه متاحه عندك. هنا بقى كده خلاص بعد ما سبتها كده حوالي نص ساعه، بديلها كده بقى ايه يعني تقليبه كده بسيطه عشان بس اخرج الهواء منها. وهناخد كده كميه بسيطه في الكيس بتاعنا، ما تكتريش عشان تنزل معاكي كده بكل سهولة. بنخرج كده الهواء بالشكل ده، وبنشتغل بقى كده ايه على طول. طبعا معانا هنا بقى يا جماعة كمية زيت كده محترمة. الزيت بتاعك بيكون كده وسط، لا هو بارد ولا هو حامي قوي. ليه بقى؟ عشان لو نزلنا بالعجينة بتاعتنا والزيت بتاعنا بارد هتشرب الزيت كله، ولو نزلنا برضو في الزيت بتاعنا حامي هتاخد منك لون بسرعة ومش هتستوي معاكي. هنا بقى كنت بقولك اوعى تنسوا اللايك، حطوا لي لايك عشان بصراحة كلكم ما تنسوا اللايك يا جماعة. حطوا لي لايك. هنا بقى طبعا النار بتاعتنا تكون وسط، عشان زي ما قلت لك عايزاها كده تستوي من جوه. عشان النار بتاعتنا لو عاليه هتلاقيها كده احمرت معاكي بسرعه ومن جوه كده معجنه. فانا عايزاها تكون ايه بتقرمش من بره وجوسي جدا من جوه. ببدا كده اقلبها كده من ناحيتين لحد ما اللون بتاعها كده يا جماعه يكون موحد. وزي ما قلت لك حطي بس معلقتين من السكر
ما تكتريش عشان ايه ما تحمرش منك وتاخد لون كده بسرعه. هنا ما شاء الله شايفين اللون بتاعها عامل ازاي، شكلها تحفه. طبعا الشربات بتاعي كده بتسيبيه لما يبرد خالص، بتنزليه كده على شربات بارد، بتطلعيه كده من الزيت وتصفيها ودايركت كده على الشربات على طول. لا شايفين تقليبه كده في الشربات وبنطلعها بقى كده على طول على مصفى. هنا بقى كنت حطيت كده جزء تاني بالشكل ده. انت طبعا بتنزلي كده ايه التقطيعه اللي انت عايزاها. انا عاملاها هنا كده وسط، وزي ما قلت لك بقى النار بتاعتنا كده بتكون وسط علشان ما تاخدش لون معانا كده بسرعه. شايفين ما شاء الله، شايفين درجه اللون بتاعها عامل ازاي؟ يعني لا بيضه ولا محروقه معانا ولا حاجه خالص نهائي. لونها جميل جدا. دايرت كده على الشربات وهي سخنه. هكمل بقى كده الكميه مع نفسي عشان بس يا جماعه وقت الفيديو. هنا شايفين هنا طلعت كده اخر كميه كده في الشربات. شايفين شكلها عامل ازاي ما شاء الله. سامعين الصوت يا جماعه؟ سامعين القرمشه عامله ازاي؟ مقرمشه جدا. حبه كده بقى سمعك الصوت. شايفين ما شاء الله؟ شايفين يا جماعه من جوه عامله ازاي؟ لا معجنه ولا اي حاجه خالص، مقرمشه جدا من بره ومستويه جدا من جوه. وما اقولكش بقى على الطعم، طعمها جميل جدا. شايفين مستويه ازاي؟ لو عجبكم بقى فيديو النهارده كده شجعوني كده بلايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. السلام عليكم.